هذا الشاب الجزائري اللي احنا بنشوفه للأسف يعني ربنا يصبر قلبه ويعينه يا رب. والدته متوفية منذ سنتين، وطبعا لم يتركها أبدا في الصيف في الشتاء، دائما يذهب لينام بجانب قبرها. الحكاية هذه انعرفت طبعا في الجزائر وفي العالم كله، أثارت ضجة كبيرة. والآن هو الحكومة الجزائرية تقوم بمعالجته وحولته إلى أحد المستشفيات حتى يتم إعادة يعني علاجه. ف يعني منظر مؤلم بصراحة. نسأل الله أن يجبر قلب كل شخص فقد والده أو والدته، وأن يطول لكم بأعمار والديكم إن شاء الله يا رب. ويعني منظر مؤلم جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أنا هنا ضد موضوع الناس اللي بتدخل تقول هو في حالة نفسية. أنت اللي فيك حالة نفسية، يعني هو شخص وصل بالحب الشديد لوالدته إلى هذه الدرجة، فلازم أنه يتم خلينا نقول معالجته أو جلسات تأهيله، مش هنقول معالجة، على أساس أنه يتقبل هذا الشيء وأنه يبدأ يعيش حياته، لأنها بدأت تأثر على حياته. بس إنه نحن نتهم شخص بيحب والدته، بيحب إنه ينام جنب قبرها، إنه في حالة نفسية. لا والله، أنت اللي فيك حالة نفسية. يعني هذه أنا رأيي الشخصي.